السلام عليكم. يلا حيو، ركز على السلام عليكم. يدي تكلني لازم اجيب السمح. هذه المعلومات اللي بقولها لك ما هو ضروري الا لازم تعرفها لانها ما تتغير يا طويل. اغلب المعلومات اللي بقولها لكم ترى ما تتغير وثابته، ويفترض ان كل انسان يعرفها. طيب يا طويل العمر، انت يوم تدخل بيتك، يوم تدخل على عيالك، يوم اي مكان بتروح له، تدخل مجلس، بتروح دوامك، اول كلمه وش تقول؟ ايش تقول؟ السلام عليكم. طيب ما عمرك سالت نفسك مين اول من قال السلام عليكم؟ لازم تعرفها، لان هالكلمه انت تستخدمها يوميا وبشكل كبير. طيب مين اول من قالها؟ لازم اول شيء تعرف هذه المعلومه قبل من ما تعرف مين اللي قالها. الله سبحانه وتعالى حينما خلق ابونا ادم، خلق ابونا ادم بطول كم؟ 60 ذراع. 60 ذراع. فلما خلق ابونا ادم ايش قال له الله سبحانه وتعالى؟ قال له اذهب الى اولئك النفر، اذهب وسلم على اولئك النفر. مين النفر اللي كانوا جالسين؟ هم الملائكه. فانها تحيتك وتحيه ذريتك. فذهب اليهم ابونا ادم، ايش قال لهم؟ قال لهم السلام عليكم. فاول من استخدم السلام عليكم او اول من قال السلام عليكم مين؟ اللي هو ابونا ادم. لا تنساه هالكلمه دي، انت على طول تقولها. يا الحبيب، اليوم يوم الجمعه ان شاء الله. ما عمرك سالت نفسك مين اللي سمى يوم الجمعه بهذا الاسم؟ يمكن البعض يعتقد بانها الرسول، لكن ما هو الرسول اللي سمى بيوم الجمعه بهذا الاسم. كان يوم الجمعه قبل أو أيام الجاهلية كان يسمى بيوم العروبة، يعني بمعنى يوم الرحمة عندهم. لكن الذي غير يوم العروبة وسماه بيوم الجمعة هو كعب بن لؤي. فلا تنساه، اللي سمى يوم الجمعة بهذا الاسم هو كعب بن لؤي. يا الحبيب، شايفين البعوض؟ شوف، ما أدري ليش بلدية ينبع ما يرشون. وشوفوا مش كاتبيلي مخالف، لازم نشيلها. والله ما ندري وين بنودي سيارتنا. طيب رشوا بالله عليكم ترشون، والله العظيم ذبحنا البعوض. طيب يا الحبيب، باقي اسبوعين اقل كمان وان شاء الله بيحل علينا رمضان. دائم تسمع بجمله او الكلمتين اللي هم رمضان كريم. ايش رمضان كريم؟ الكريم ما هو رمضان، الكريم مين؟ هو الله، ما هو رمضان. لكن مين اللي قالها وبعدها زي ما تقول اصبحت جمله دارجه؟ أول من قال رمضان كريم كان هو رابع الخلفاء الفاطميين، اللي كان ولي على أفريقيا حينما دخل مصر. يوم دخل مصر كان الوقت اللي هو دخل فيه في 7 رمضان، وكانوا الناس جيعانين، كان فقر وكان بعوض مليان. المهم فيوم دخل والناس زي ما تقول عندهم فقر وغيره، لعن فيه بعوض. فالناس يسألونه ويقولوا له ايش تبي تعطينا، ويعني ينتظرون الأكل. فايش قال لهم؟ قال لهم رمضان كريم. شوف البعوض، شوف وين وقعت. من هو الطيب هذا؟ هو رابع الخلفاء الفاطميين، وهو المعز لدين الله، هو الخليفة الفاطمي المعز لدين الله. وعلى فكرة ترى العلماء ومنهم الشيخ الفوزان يقول لا أصل لهذه الكلمة، لأن الكريم مين؟ هو الله. بلدية ينبع أنا مخالف زين، بس نبيكم ترشون والله العظيم ترى لعب فينا البعوض.